اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفطار، حاجه سهله وبسيطه. هنعمل مكرونه وبيض وبطاطس وسلطه. إيه طبعا بقى نريح شويه من اللحوم والفراخ وعشان كمان الغلا. النهارده بنعمل مع بعض المكرونه. طبعا صلصه المكرونه دي الصلصه اللي انا كنت مفرزاها معاكم. الصلصه بتاعتي كانت جاهزه بصراحه، وانا قمت جايه حطاها على طول، سايباها تفك ومطلعاها، حاطه معلقه سمنه ومعلقتين زيت حسب الكميه. انا عامله 2 كيلو مكرونه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك. عامله كميه صلصه كتيره. طبعا عايزه اغطي شويه عشان الفقاقيع اللي عماله تطلع دي زي ما انتم شايفين كده. حاطه معلقه سمنه كبيره ومعلقتين زيت. طبعا الزيت واضح اهوت. اي ماده دهنيه ممكن تستكفي بالزيت الذره بس مفيش اي مشكله. هحط دلوقتي التوابل بتاعتي والبهارات معايا دلوقتي. طبعا لسه ما سلقتش المكرونه، انا قلت اجهز الصلصه واسيبها، وعشان المكرونه اصلا ما تاخدش وقت يعني في السلق. معايا هنا 3 مكعبات مرقه دجاج، معايا معلقه كمون كبيره، نص معلقه فلفل اسمر، جوز الطيب، معايا ربع معلقه، معايا معلقه سكر عشان الحموضه. هنزل بالبهارات بتاعتي. طبعا انا شكلي طفيت على شكلي طفيت على الصلصه بتاعتي. انا كده كده هطفي عليها يعني. بصوا ما حطيتش ملح لان انا حطيت 3 مكعبات مرق الدجاج. على ما اخلص المكعبات، على ما هي تدوب وتشوف الملح بتاعها عايز ولا لا. تمام كده. بصوا يتقلب كويس. طبعا انا كده كده طافيه البوتاجاز يا بنات عشان قال لي خلاص هي الصلصه جاهزه معايا. ممكن ابقى اشيل طبق ولا حاجه صلصه، اشيل طبق صغير ولا حاجه وانا بحط المكرونه. حسيت ان هي عايزه احطه، مش حاسه خلاص. فاهميني؟ عشان برضو ما تبقاش زياده قوي. وتدوقي بقى ملح وتشوفيه. معايا برضو هنا المكرونه زي ما قلت لكم لسه ما سلقتهاش. معايا 2 كيلو من المكرونه اللي هي الخواتم دي. وعملت طبق سلطه، عملت بصلتين وعملت طماطم وخيار. لو انت عندك بنجر حطي، لو عندك فلفل اخضر حطي، اللي متوفر عندك حطيه. طبق سلطه برضو يبقى كده محترم. ونحط عليه الليمون. طبعا لسه ما حطيتش عليه ملح، انا جهزته وما حطيتش عليه لسه ملح ولا اي حاجه. تمام كده. يلا بقى بينا نشوف احنا بنسلق المكرونه مع بعضنا. وبرده هنقلي بطاطس. لسه برده هقشر البطاطس ونقليها ونشوف بقيه تكمله الفيديو بتاعنا. ما تنسيش بقى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا كده بقى. زي ما انتم شايفين بنسلق المكرونه. طبعا انا عامله زي ما انا قايله لكم 2 كيلو ما شاء الله اهوت. خلاص هطفي عليها واصفيها. وطبعا البطاطس اهي بتتقلي. ومعايا هنا برده البيض ده اللي هيتسلق بسم الله ما شاء الله برده. تمام كده. ومعايا الصلصه جاهزه وكل حاجه جاهزه تمام. اشوفكم بقى ان شاء الله وانا بقدم الاكل. طبعا الطماطم هتتصفى وهتتحط في الصلصه بتاعتنا. تمام كده. يلا بينا. حطوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم فيديوهات كتير على خير ومع السلامه.